يطيب لي في ختام هذا الدرس المبارك الكريم أن أرسل بتحية وتهنئة لشبابنا الذين شرفونا ورفعوا رؤوسنا في أولمبياد الرياضيات بموسكو، فلهم منا ومن الشعب الجزائري ألف تحية. فقد شرفوا بلدنا الجزائر المحمية بالله، وكانوا شاهدا آخر من شواهد هذه الطينة التي قال عنها الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: إن الطينة الجزائرية طينة علم وذكاء متى واتتها الظروف. فهؤلاء الشباب ذكروا بهذه الطينة. وأذكر في هذا المقام من قاله محمد العيد آل خليفة رحمه الله تعالى مادحا الإمام العلامة الشهير والمصلح الكبير رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد الإمام عبد الحميد بن باديس، أعني الإمام محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى. مدحه محمد العيد آل خليفة رحمه الله بقصيدة عصماء يوم انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. قال له: حي الرئيس الأريحية شمائل العبقرية فضائلا وفواضلا، وانقل إليه عن الجزائر كلها شكرا لطائله المخلد طائلا. إلى أن يقول: المجمع اللغوي فيها اختاره عضوا بإجماع الشيوخ مراسلا، هذا هو الشرف الذي ما بعده شرف فباهي به الجحود الناكلا. قل للبشير رفعت هامة أمة ذلت وشعب كان قبلك خاملا، ما زلت تكشف عن خفي نبوغه حتى تبين للنواظر ماثلا. أخجلت أقطاب البيان فمن يكن سحبان أو قسا يلاقك باقلا، وبلغت في الفصحى منازل لم يكن في الناس ذو أدب إليها واصلا. باريت فيها المجد عبر محيطه، مجد الدين الفيروزابادي، باريت فيها المجد عبر محيطه، والمجد لا يعدو المجد العامل. تالله لا أوفيك حقك كله مهما نسجت لك المديح غلائلا. لا زلت في فلك المعارف كوكبا قطبا يلوح لنا وبدرا كاملا. الشاهد في قوله: قل للبشير رفعت هامة أمة ذلت وشعب كان قبلك خاملا. لا يعرف كثير من الناس قدره ومفاخره ومآثره. قل للبشير رفعت هامة أمة ذلت وشعب كان قبلك خاملا، ما زلت تكشف عن خفي نبوغه، ما زلت تكشف عن هذا النبوغ الخفي الذي يحتاج إلى إبراز وإظهار. وما أحوجنا إلى أن نكتب عن هذا النبوغ الكامن، عن هذا النبوغ الجزائري في كثير من العلوم والمعارف وسائر الميادين. وذكرت هذا مفصلا في دروس التاريخ. يوجد سبق وتميز في كثير من ميادين العلوم والمعارف. ما زلت تكشف عن خفي نبوغه حتى تبين للنواظر ماثلا. هناك أوليات سبق إليها أبناء بلدكم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أول إن لم يكن أول من فسر القرآن الكريم ابن محكم الهواري التهرتي،
من أول من شرح صحيح الإمام البخاري، إن لم يكن أول من شرح صحيح الإمام البخاري، أحمد بن نصر، الإمام أحمد بن نصر الداودي المسيلي التلمساني. أول من كتب ألفية في النحو ابن معطي الزواوي، الإمام أبو زكريا يحيى بن عبد النور ابن معطي الزواوي. وتقتضي رضا بغير سخطه فائقة ألفية ابن معطي، قال ابن مالك، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهكذا أول من كتب في المدنية الإسلامية وفي التراتيب الإدارية الإمام أبو الحسن الخزاعي التلمساني. وهكذا في غير ما باب. فحين رأيت ذلكم المشهد الكريم ذكرت النبوغ الجزائري العظيم الذي حقه أن يظهر وأن يبرز حتى تستلهم منه الأجيال. ما زلت تكشف عن خفي نبوغه حتى تبين للنواظر ماثلة. أخجلت أقطاب البيان. إمام البشير إبراهيم رحمه الله تعالى كان علامة متفننا في العلوم والمعارف، مبرزا في علوم العربية، فكان من أمراء الفصاحة والبلاغة والبيان. قال له: أخجلت أقطاب البيان فمن يكن صحبان أو قصا يلاقيك باقلا. صحبان وائل وقص بن ساعد الإيادي، هذان يضرب بهما المثل في الفصاحة والبلاغة والخطابة. قال: من كان في الناس كسحبان وائل أو كقص بن ساعدة الإيادي، إذا لقيك صار مثل باقل. من باقل؟ باقل هذا رجل يضرب به المثل في العي والفهاهة والحصر، لا يكاد يبين. شفت البشير الإبراهيمي كان من هذا الطراز، ومحمد العيد كان من هذه الطينة في الشعر والبيان والتعبير. قال له: أخجلت أقطاب البيان فمن يكن سحبان أو قصا يلاقيك باقلا، يصير بين يديك كأنه لا يحسن شيئا. أخجلت أقطاب البيان فمن يكن سحبان أو قصا يلاقيك باقلا، وبلغت في الفصحى منازل لم يكن في الناس ذو أدب إليها واصلا، باريت فيها المجد، مجد الدين الفيروزابادي، عبر محيطه، والمجد لا يعدو المجد العامل. المجد بمعنى المعروف في اللغة، مجد في الموضع الثاني. تالله لا أوفيك حقك كله مهما نسجت لك المديح غلائلا، لا زلت في فلك المعارف كوكبا قطبا يلوح لنا وبدرا كاملا. فنحيي مرة أخرى هؤلاء الشباب الذين رفعوا الرؤوس وحركوا النفوس وشرفوا بلدهم، شرفوا أمتهم، أمة الإسلام، لأن هذا البلد العظيم المفدى ينتمي إلى هذه الأمة العربية والإسلامية، هذه الأمة التي هي بأمس الحاجة إلى نخب رسالية تحمل رسالة الإسلام وتبلغها للعالمين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فنحن بأمس الحاجة إلى كتائب من الشباب الذين يشرفون الأمة في كل ميادين العلوم والمعرفة، ويكونون قادة بإذن الله تبارك وتعالى. يكتب الله عز وجل على أيديهم العزة والتمكين والفتح المبين، ويجعلهم الله تبارك وتعالى سببا في أن تستعيد الأمة مجدها وعزها وسيادتها وريادتها وقيادتها، وما ذلك على الله بعزيز. ولا سبيل إلى ذلك من غير العلم. أساس القوة العلم. الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن أعظم مقاصد الشريعة أن تكون الأمة الإسلامية قوية مهيبة مرهوبة مهيبة الجناب، لها هيبة أمام الأمم، وهذا لا يكون إلا بتحصيل أسباب القوة. وعلى رأس أسباب القوة في هذا الزمان العلم. كل علم نافع
نعم، علم الشريعة هو البوصلة الهادية والموجهة، لكن كل علم نافع فهو مقصود للشارع كما شرحناه مرارا. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رأيت العلم صاحبه كريم، ونقول رأيت العلم صاحبه عظيم، وإن ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حين كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم، الشاعر يقول هنا: فلولا العلم ما سعدت رجال، ونقول ولولا العلم ما صلحت شؤون، ولا عرف الحلال ولا الحرام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا وإياكم في مقامات الاستعمال، آمين. وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى فيما نستقبل من الأيام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.